السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. الله يحييكم يا اخواني، الله يحييكم. اسأل الله العلي العظيم ان ينفع بما نقول. هذه القصة حدثت في حائل، وانا قريتها في جريدة اليوم، والقصة قديمة جدا جدا جدا، يعني نتكلم عن 1407 9 في هالكلام هذا، لأن يعني كانت الحدود مفتوحة الظاهر مع العراق في هذه الفترة، السيارات الحجاج. اللي بطل القصة واحد من أهل حائل يقول أنا أمشي في الشارع، يقول الحجاج اللي يجون المكة من العراق ولا من شمال العراق ولا من مناطق ذيك يمرون على حائل، فيقول يوم جيت لهاك السيارة القديمة مرة وموظبة ومرتبة، يقول فيها 3 حريم ورجالين وعفشهم فوق التندة ومالين العفش، مالين السيارة عفش. يقول هم في دوار في وسط حائل صاير عليهم حادث. الحادث مو بقوي، لكني جيتهم لقيتهم في الحديقة في وسط الدوار يبكون، والله لا أعرف لغتهم لا عربية ولا إنجليزية، بس يبكون. أنا عرفت أنهم حجاج، وعرفه باقي عليه 3 أيام أو 4 أيام، هم متأخرين في الجمارك، تأخروهم أو في التفتيش أخروهم، ما أدري إيش عندهم مشكلة تأخروا فيها. يقول اللي فهمت أنهم يبون مكة وأنهم قاعدين سنين يجمعون علشان هالرحلة هذه، وهالحين صار عليهم الحادث هذا ولا يقدرون يروحون، خلاص عرفه باقي عليه 3 أو 4 أيام وتأخروا في الجمارك. فسبحان الله خدتهم معي في السيارة وديتهم بيتي وعشيتهم هاك الليلة، وأصبحت الصبح الفجر سيارتهم رتبنا مع اللي صار عليه الحادث. يقول أنا سبحان الله كاريت لي راعي سيارة وقلت أبيك تاخذهم وتوديهم تحججهم. راعي سيارة هذا جمس، يقول لهم حضر عندي عقب الفطور وله أركبهم معه، وقلت لهم خلاص أنتم تروحون معي سوا إلى مكة وبعدين المدينة ويجيبكم. صحيح؟ قال صحيح. يقول قلت ولا قرش تدفعوا، كل شيء مرتب لكم، 3 حريم ورجالي. يقول الخيمة معه وكل شيء معه ورجالي شقردي. يقول اتفقت أنا وياه على المبلغ اللي مناسب. يقول والله معاهم ويروح وداهم مكة وحجوا، والحج اللي سبحان الله يعني فيه خير لهم، وأن الله أسأل الله أن الله يتقبل. يقول يوم خلصهم مكة وارتاحت خطرهم وانبسطوا منها راح بهم للمدينة المنورة. يقول قعدوا في المدينة مثل ما تقول 10 أو 15 يوم. يقول وأنا وياه يعني إذا جاء له مكان دق علي، أما من فندق ولا من سكن، عساهم طيبين. قال ناقص شيء؟ قال لا كل شيء تمام، مبسوطين مرة. يقول يقعدون في المدينة بعد 15 أو 20 يوم. المهم لين قرت خطرهم استانسوا. يقول هم يرجعون لي في حائل، يقول يوم جوني ولنا ومولم عشاهم وتعشون عندي. يقولون عاد يعني اللي فهمته منهم قالوا حنا رايحين نبي ندعي لأنفسنا والآباء، صرنا ما ندعي إلا لك. قلت الله يجزاكم خير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا هو بغريب على أهل حائل هالكلام، والله مو بغريب. يقول هم يتعشون عندي يوم مستانسين، الحريم مع الحريم والرجال معنا. يقول يعني اللي فهمته منهم انهم في سعادة ما يعلمها الا الله. يقول يوم قاموا الصبح قلت هذه سيارتكم اللي انا مصلحها ومجهزها ومرتبها وحاط امورها مرتبة كاملة وعفشهم محمل وكلش. قلت هذا الطريق ويلا حافظكم. اثرهم من الشيشان، هذيلا حجاج من الشيشان. يقول وانا اوادعهم يبتسون يحبحبون فيني الرجاجيل، والحريم يبتسون عند الحريم، يقولون يعني شيء غمرتونا بكرمكم. قال هذا الواجب، المسلم يخدم المسلم في اي. طبعا الخبر انتشر في الحارة وانتشر عند الجيران، ومن ضمنهم صحفي في جريدة اليوم حضر العشاء وصور الحريم وصور الرجال في صورة جماعية، وجاب الخبر في جريدة اليوم عن القصة كاملة. والبلدية سبحان الله رئيس البلدية في ذاك الوقت راح وغير اسم الشارع وحط شارع محجج الشيشان. هذا اللي أنا قريته في جريدة اليوم واللي سمعته من الأخبار عن الموضوع هذا، وأتوقع أنها موجود القصة هذه في جوجل بالطريقة هذه. لكن يا أخوان فضل الله سبحانه وتعالى على الرجل اللي مر في هالدوار ولقى الحادث. شوف درجات الفضل، هو مر ووقف، في غيره مر بعد وله فضل، قال الله الحمد لله على سلامتهم، الله يفكهم من الشر، هذا له فضل اللي دعا. وواحد ثاني وقف لقى له قزاز مكسور ووخر عن الطريق، له فضل. درجات الفضل. لكن كون الله يخليك توقف سيارتك وتنزل وتاخذهم معك وتوديهم لبيتك وتعشيهم وترسلهم تحججهم وتجيبهم،
أي فضل هذا من الله لك اللي يخصك فيه يا رجل؟ وش هالفضل العظيم؟ درجات الفضل، درجات، مثل ما في درجات في الامتحانات، في درجات ان الله يتفضل عليك بهالعقل هذا، توقف بسيارتك وتاخذهم وتحججهم وتجيبهم 5 أشخاص ما قضوا فرضهم، والتكلفة كلها 10-15 ألف ريال في ذاك الوقت، والله ما هي بشيء. 5 أشخاص تحججهم 15 ألف، ناس الله أعلم بما في قلوبهم من مكة وحبهم من مكة والمدينة، وتقضي فرضهم. والله إن الله متفضل عليك، وإن الله يحبك حب عظيم جدا إنك وصلت لهالمرحلة هذه من العمل الصالح. مثل ما قلت لك الفضل درجات، ولذلك اشكر الله. هذا مو بيدك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلاك انك تتفضل عليهم بهالشيء هذا، واللي فضلك انك تكون عند هالشيء هذا او تسوي هالشيء هذا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بما نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم يا أخواني.